أصبحنا وأصبح الملك لله. صحيت بدري اهو، يلا قوم أبدأ مذاكرة وأكل الكتب أكل. بس الأول كده أعمل كوباية شاي بلبن كده وأسيح حتة جبنة رومي في رغيف فين وكده وأبدأ. A few moments later. يا سلام، اللهم دمها نعمة يا رب. يلا بسم الله. ايه هو تعريف الخلية؟ الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء الكائنات الحية، حيث يتكون جسم الإنسان من تاني. الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء الكائنات الحية، حيث أنا هشوف مين لا تكون حاجة مهمة. A few moments later. والله جروب الدفعة ده دمه خفيف. يا خبر أبيض، الساعة 12 إلا تلت. خلاص بقى هستنى الساعة تيجي 12 بالظبط وأبدأ. الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء الكائنات الحية، حيث الله، إيه الريحة دي؟ هي ماما طبخة ايه النهاردة؟ ريحة الأكل حلوة قوي، أنا جعت. ماما تعملي أكل ايه؟ 3 hours later. اتغدينا وريحنا ساعتين، نبدأ بقى نذاكر جامد قوي. الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء الكائنات الحية، حيث هو الماتش الساعة كام؟ ايه ده، باقي على ربع ساعة بس؟ طب خلاص هشوفه الأول وارجع أذاكر. 6.5 hours later. أنا ضيعت اليوم، أعمل ايه؟ خلاص بقى هنام دلوقتي واصحى الصبح بدري أذاكر من أول اليوم. أهلا بيكم، أنا منى الكردي وده بودكاست كركبة أفكار، البودكاست اللي بنرتب فيه أفكارنا ونفهم أكتر عن نفسنا. والحلقة دي هنتكلم عن مشكلة كبيرة بتواجهني أنا شخصيا وبتواجه معظم الناس إن ما كانش كلهم يعني، وهي التشتت والتسويف. يا جدعان والنبي التركيز عايزين نركز شوية، احنا داخلين على ايام سود. في السيناريو اللي فات وضحنا مثال مش غريب علينا خالص، وهو مثال لطالب مشتت مش عارف يمسك الكتاب دقيقتين على بعض. سهل علينا اننا نمسك الموبايل بالساعات، نفتح اليوتيوب شوية، فيسبوك شوية، انستجرام، سناب شات، تليجرام وغيرهم كتير قوي. لكن صعب علينا اننا نقعد ساعتين على بعض نخلص شغل او نذاكر او نقرأ كتاب، وده لانه مصادر تشتت في حياتنا الفترة دي كتيرة بشكل رهيب. والدماغ عادة عنده فضول لكل ما هو جديد، عايز دايما ما يبقاش فيه حاجة فايتاه، بيحب يجرب ويكتشف كل حاجة حواليه، ويحب يكون دايما متابع أول بأول كل الأخبار الجديدة. الدراسات بتقول إنه الناس بتمسك تليفوناتها حوالي 50 مرة في اليوم، وإنه المفاجئ إن أكتر وقت الناس بتمسك فيه موبايلاتها مش بيكون وقت البريك ولا أيام الويك اند أو الأجازات، بيكون وقت الشغل أو أيام الأسبوع اللي المفروض يعني الناس بتكون مشغولة فيها. وبتقول كمان إنه مصر واخدة المركز 14 على مستوى العالم في متوسط عدد الساعات اللي بيقضيها الفرد ماسك الموبايل بتاعه، بمعدل تقريبا 4 ساعات في اليوم. طلع كده الآلة الحاسبة معايا واحسب 4 ساعات في اليوم في 365 يوم في السنة، يعني 1460 ساعة في السنة. اليوم فيه 24 ساعة، هنقسم الرقم ده على 24، يعني حوالي 60 يوم في السنة. 60 يوم في السنة ضايعين بس على الموبايل. شهرين ممكن تتعلم فيهم حاجات جديدة. شوف بقى أعمارنا فيها كام 60 يوم نضيعهم. ده بس واحنا بنتكلم عن الموبايل، ما تكلمناش لسه على تشتت الأفكار اللي بيخليك تسيب اللي في ايدك وتفكر مثلا هتاكل ايه النهاردة او هتسافر فين في الاجازة او ايا كان. شوف بقى في كام ساعة كمان ضايعين من يومك. انا واحدة من الناس ساعات كتير بلاقي نفسي غصب عني فقدت تركيزي في اللي بعمله علشان اروح امسك الموبايل ولا اقوم اعمل اي حاجة بعيدة عن اللي المفروض اعمله، واكتشف بعد كام ساعة ان الوقت عدى وما حسيتش بيه ولا لحقت اعمل اي حاجة. بس يعني بحاول أقلل من التشتت ده في كام خطوة كده هقولكم عليهم برضو، بيفرقوا جدا معايا وهيفرقوا معاكم بإذن الله. احنا أول حاجة بنعملها لما بنصحى من النوم هي إننا بنمسك الموبايل نشوف مين كلمنا، وما يمنعش إننا نخطف لنا كام بوست من هنا على كام تويت من هنا وهكذا. وده غير إنه بيأثر على مزاجك طول اليوم بالسلب، كمان بيضيع من يومك أهم وقت فيه،
وهو الوقت اللي انت ممكن تستغله في انك تكتب. جرب تكتب الحاجات اللي محتاج تخلصها النهاردة. حدد أهدافك وبسطها قدر الإمكان وقسمها على اليوم، بحيث انه انت تبقى عارف ان الساعة كذا وراك كذا لازم تخلصه، وحاول قدر الإمكان تلتزم بيه. يعني حتى لو ما قدرتش تحققه كله النهاردة، بالتدريج هتتعود وهتلتزم بيه. جودة النوم مهمة جدا. ما تجيش على وقت نومك في سبيل انك تسهر تخلص لك شابتر ولا تعمل شغل، لانه ده هيقلل من كفاءتك وهيأثر على تركيزك جدا. وبدل ما المفروض تركز في اللي بتعمله، هتلاقي نفسك كل شوية بتبص في الساعة وتفكر انا امتى هخلص علشان انام. في حاجة حلوة بعملها لما بيبقى ورايا حاجة عايزة اركز فيها من غير اي تشتت، وهي اني بقفل النوتيفيكيشن بتاع الموبايل خالص. ساعات بقفل الواي فاي، ولو عندي امتحان او حاجة مهمة جدا بروح مشغلة الفلايت مود او وضع الطيران وارتاح، لانه كل مرة بيجي صوت نوتيفيكيشن انا بفصل. حتى لو ممسكتش الموبايل اشوف مين، بفصل، بحتاج وقت علشان ارجع اجمع تركيزي تاني. فجرب تعمل كده، هتفرق معاك جدا. دور على مكان هادي ورايق تخلص فيه اللي وراك. روق اوضتك، مكتبك، خلي البيئة اللي محتاج تركز فيها دايما رايقة. كل ما تتزنق وتحس ان انت مش عارف تركز، قوم روق اوضتك، هتلاقي نفسك اتفتحت وتحمست انك تكمل. كافئ نفسك. بعد تعب ومذاكرة ساعة او ساعة الا ربع على حسب مقدرتك، ممكن تكافئ نفسك بربع ساعة كده تفصل فيهم، تقوم تتمشى، تاكل حاجة خفيفة، او لو حابب تمسك الموبايل فيهم ما يضرش برضو، بس خلي بالك من الوقت لا يسرقك. اظبط تايمر للبريك، وبرضو حاول تلتزم بيه، واول ما ميعاد البريك يخلص ترجع تشيل كل مصادر التشتت من قدامك وتركز. واخيرا اعمل لنفسك ميعاد افتراضي تخلص فيه شغلك او مذاكرتك. لما المدير في الشغل بيطلب من الموظف مثلا ريبورت، بيطلب منه ديدلاين او وقت معين يسلم فيه الشغل ده، اعمل انت كده بقى. قول مثلا انا هخلص النهاردة قراية الكتاب الفلاني على الساعة مثلا ولتكن 7 بالليل، فتبقى مهيأ دماغك انه الكتاب ده لازم يخلص على 7، وتعمل كل اللي ممكن يخليك تخلصه على الميعاد ده او قبلها. ده هيخليك تلحق نفسك لو حسيت انك عايز تمسك الموبايل او عايز تضيع وقت في اي حاجة. لا، تفتكر انه مفيش وقت تضيعه، علشان في تارجت وراك لازم يخلص على ميعاده. الموضوع مش سهل، انا عارفة انت ما تقدرش ان انت تتحكم بشكل كامل في التشتت، لكن بشوية الخطوات البسيطة دي انت تقدر تحل المشكلة وتزود فترة تركيزك. جربها وهتتفاجئ من كمية الافكار الابداعية اللي هتيجي في دماغك، ومن كمية الانجازات اللي هتحققها. وبعد فترة هتلاقي انه افعال بسيطة زي اللي قلناها من شوية قادرة انها تغير حياتك بإذن الله للأحسن. أتمنى تكونوا استفدتوا، واستنوني في حلقات جاية كتير إن شاء الله. شكرا لكم.